مرحبا بكم في برنامج رفعت الجلسة. الحلقة متاع اليوم حلقة خاصة جدا، لأنه لأول مرة تتجمع شهادات تتعلق بأخطر وأشهر مجرم عرفته تونس في تاريخها. لأول مرة عائلة وأصحاب وجيران سفاح نابل وعائلات ضحاياه يتحدثوا عليه، على حياته، على صغره، على طبيعته، على علاقته بالنساء، أو بالأحرى علاقته بالقصر اللي يعتبرهم هو نساء. الشهادات هذه كلها باش تدعم بشهادة سفاح نابل نفسه، لأنه ولحسن الحظ اعترافات السفاح تم تسجيلها بالصوت والصورة، وبرنامج رفعت الجلسة بصفة حصرية تحصل على الشريط هذا. لأول مرة سفاح نابل اللي ولا أسطورة باش نسمعوه يتكلم على حياته وعلى جرائمه. الحكاية بدات عام 1943 كيف طفلة اسمها حورية أصيلة ولاية نابل تعرفت على شاب من ريف زغوان. العلاقة هذه تسبت في دخول حورية للحبس. صاحبي هذا بون ناصر يعرف عنده مرته اللي خذاها على عرف الجالي، مشات حبلة منه. هي أصيلتها من نابل وجابها من نابل في عهد فرنسا، الله أعلم بهم كيفاش. كانت في وقت بكري كنت الطفلة تحبل، قلت لها بابا مقرونة ضاي اللي حبلت منه هرب على روحها، ما قعدش هنا في نابل. ناصر الدمرجي أمه كانت بياعة هواء وجابته في إطار علاقة غير شرعية. مولود سيدي في نابل، وتنجم تقول في الأصل الأصيل مولود في شرنيكول، لأني مولود في تونس. بتونس أنا مولود في السجن. تولد في الحبس وعاش في الحبس، وكيف خرج من الحبس خرج ناقم. ولادته في الحبس وخلاته يعيش حياة فيها برشا معاناة، فيها برشا مقاسات، فيها برشا ألم، فيها برشا إحساس بالظلم، فيها برشا إحساس بالقهر. بعد ما خرجت أم الناصر من الحبس قعدت مدة هايمة من بقعة لبقعة، ومن بعد قررت باش تروح للجهة متاعها. ما كانتش وحدها، كان معها طفل صغير غير شرعي وبلاش لقب. الصدفة حبت انه الناصر يولي اسمه الناصر الدمرجي، ويولي مرتبط باسم اكبر سفاح عرفته تونس من بعد. دارت ما يلقاش شكون يقوم بها، شكون يلوجها. هو مرة يعطى حد ماكلة، مرة يعطى حد فلوس، مرة يعطى، ولا لقيتك جابت ثنية وجيت تمشي تدور حتى لين وصلت قرنبالي. يا اخي لقيتها الراجل هذا يحمر في العنب، قالت له اعطيني اشربها ماء، اعطاه. قالت له عندكش ماء تاكل؟ قال لها عندي. قالت تحذاه مشواه وشربت وفطرت. قالت له قال لها تاخذينيش؟ قالت له ناخذك، هو لسان انتيكا متاع بكري ونية. قالت له ناخذك. قال قاعد الطفل باسم هذا الدمرجي. عمره ما عرف العائلة، وعمره ما عرف معنى الاستقرار العاطفي ولا الاستقرار الوجداني. عمره ما حس كونه عنده بوه، لأنه ما عرف بوه ناصر الدمرجي كان وهو عمره 30 سنة بعد ما فات الفوت. ما نعرفوش شنية الأسباب اللي خلت بالصحبي اللي هو الأب البيولوجي متاع الناصر
ما يلوش على ولده أعوام طويلة، وما يتفكروا كان في السبعينات كيف ولا عمره 30 سنة ومحكوم في قضية إخلاقية ومسجون في حبس الناظور. وأصلا يعيش بلاصة يقولها أثرت في نابل. اللي في نابل عائلتهم، واللي في بارد وعائلة باباه الأصلاني. السحبي هذا متزوج وعنده بنية في تونس، بقينا هو حب يلوجها على ولده اللي مشى في كرش أمه من قبل من عهد فرنسا، مشى يفركس عليه في نابل. سنجد أن جاء ولدت وجابت وليد. الوليد هذايا معناها عنده مشاكل الله أعلم به، تحكم عليه بسجن في برج الرومي في الناظور. الناصر وقت اللي خرج من السجن روح لبوه ديريكت عطاه العنوان وعطاه الادريس لتونس، جا لتونس معناها جا ثميك عرفوا بوخته هذه جميله، ولا معناها ما عادش يفرق بوه، ولا معناها في الدار مع بوه ما عادش يحب يروح لامه خاطر ولا عرف بي وعنده بوه عنده. بعد مده ابوه وقت اللي تعرف معه وقعد معه في تونس جابوني قال عندي اهل في الناظور في تابعين بارتوم، نمشي نعرفك بناسك ونقدمك لاهلك ومواليك ونوريك ونعرفك على موت الاحياء. بوه كان حي، كان ممكن مش يلقبوا باسم بوه ومش يعمل له اقامه مع اخته وكذا. ما بوه ما صار دوام لله الله يرحمه مات. بوه الناصر السحبي توفى قدام لا تظهر اجرام الناصر، وقدام لي تكشف بعيوب، قدام لي تكشف بالارواح هذه. توفى الصحبي قبل ما يقيد ولده باسمه، والغريب انه الناصر ما تقيد باسم رجل امه الدمرجي كان عام 1968 وقت اللي عمره وقتها 24 سنة، والغالب على الظن انه ما تقيد باسم رجل امه كان بمقتضى حكم اصدر على محكمة الناحية بنابل، لانه وقتها حب يطلع باسبور ويسافر للخارج. المهم انه الناس اللي عرفوا الناصر لليوم مازالوا يتذكروا ملامحه وهيئته. بدنه مش طويل برشا، بدن أصلع، شعره مقدام شوية، ديما باللحية. كبير، وجهه مخشنب مش نظيف. شكله قصير شوية وأسرع وعنده شنبات. قصير القامة، خشين شوية، قصير، طول يعمل 1.60 متر، وكانت المشي متاعه كان يمشي عارج. لقوه جماعة جايين من العرس من الجبل من عينك ماشي، اش تعمل هنا؟ قال لهم كنت في عرس. قالوا له كنا في العرس فينا مريناكش غادي، ضربوه طيحوا له زصلون من هنا. ما عندش بدن اللي باش يدافع به حتى لروحه، حتى ممكن الله اعلم به كان يمكن يضربش غدر، اما باش كصحه ولا باش يعاند ولا باش يقاوم ما عندش باش يقاوم، ما عندش بدن اللي باش يدافع به، ما عندش حاجه اللي قوي اللي تخاف منها. هو الواحد ما هذا ثمش في خليقة ربي، كل حد هو منظره موحش ياسر، كي تراه منظره موحش. الناصر الدمرجي كان منبوذ من البنات وحتى من الاولاد، كان بتي دو تاي وكان خشن وغليظ برشا، والفيزيك نتاعو ما يولمش حتى البنات. وحوايج هكا الواحد كي يراه يقول هذايا طلاب. اي انسان معناها يراه ما كان موسخ وكان مسلم في روحه وكان ما يهتمش بروحه جمله، حتى حوايجه كانت ديما معناها مسخه، مش مهتم بنفسه جمله نهائي. انا وصلت يعني مرفوض حتى في الحل العمومي، محل العمومي اللي نسميه احنا يعني كذا باللغه الدارجه، فهمتني؟ وصلت فيه مرفوض. علاش؟ خاطر مسخ. إذا كان أنا باش ناخذ نهار أو نهارين فهمتني ننظف فيهم روحي ونششور ونطلع تيريكا تربانجل وكذا، يعني هذا شيء يتطلب ما عادش نولي نقول لك خبزيست، لا نولي ولد شارع. قرأ الناصر في معهد أطفال بورقيبة، لكن قص على القراية وخرج يلوج في خدمة، وبالرغم من مستواه التعليمي المحدود والبسيط إلا أنه الناصر كان يتميز بذكاء كبير. مشى وعاش في فرنسا، قعد مدة في باريس، إنسان مثقف ومتمكن باللغة الفرنسية، معناتها عنده في مخه ما تحكي معاه. حضرت عليه متكون تكوين اجتماعي متكون، تحكي معاه يحكي معي، باش عرفت أني قعدت. مرة خذينا فلاحة من عند الفلاحة، كانت وزارة الفلاحة تبيع في سيرديان تاع نابل، تبيع في الزرارة، خذينا منهم جلبانة،
كيف زرعاه الفلاح الكل قالوا طلعت مش باهيه جلبانه. مشينا هز هو عينه من الجلبانه نتاعه. وحضرنا في الاجتماع هذا فيه رئيس الهندسه نتاع النباتيه، ما خلاش حد يتكلم معاه، متكون شيء بالكدا. الناصر الدمرجي راهو انسان، انا شفته انسان وقت اللي تشوفه ما تقولش انسان متعنف ولا انسان رزين. انا شفته انسان رزين ويتكلم مليح. قعد الناصر يلوج في خدمه وما لقاش، ولا يخدم في الاسواق الاسبوعيه، ومن بعد ولا فلاح يكري في السواني والفيرمات، يخضر الاراضي ويربي النحل، وكل مره يخدم في ثانيه يستقر فيها. وهذا الكل كان بالطبيعه يتم في ولايه نابل. نخدم يا سيدي في الفلاحه فهمتني، وخاصه تربيه النحل. عندنا ثانية هي في وسطنا مولاها قدر ربي يقتل المرتة، دخل السجن. قعدت ثاني هذيك اخذها برشا ناس بعدهم بالباي، ما تفهموش هم ولادها خاطر قعدوا ولادها بعد. عرضوا علينا احنا باش ناخذها منهم الباي، ما حبيناش، قلنا لهم كان تكرهوها لنا ما هذا بالباي ما ناخذوهاش. بعد ما عرضوا علينا جاء هذا ناصر الدمرجي من غير ما نعرفوا به، قالوا كاري جاء كرا الثاني. كان هو يخدم في برشا حاجات في نابل، كان يمتهن يخضر وقت العنب يخضر العنب، وقت الزيتون يخضر الزيتون، كل وقت ووقته. ناصر الدمرجي حتى كيف يفلح وياخذ الأراضي الفلاحية كان ياخذها وهي بعيدة على مناطق العمران، كان ياخذها بعيدة على الكياس باش حتى حد ما يراه ولا يبدأ على مرأة ومسمع من الناس. حسب ما حكى لي ياخذ حتى بالقطارين يزرع فيهم تابل، يكري فيهم في معمورة وفي قربة وقليبية والمرة هذه كيف خذيت سنة بحذان خذاها عنب، قاعد يخدم العنب. المسكن تنجم تقول مانيش مستقر، متبقينا في الفلايح، نخدم لبرا يعني نسكن في اي منطقه نكريها، اي معناها الثانيه نتاع فلاحه نكريها، نقرب كل مره في بني خل عاده يعني نابل نجم تقول، لا ما تربطش عليه يعني موجود في نابل. علاش؟ على خاطر نقيم ديما في السواني اللي نكريها. الناصر راهو خدام، والناصر يحب يعيش، والناصر كان فلاح ويحب العمل الفلاحي ويكري الفيرمات ويخدم في العباد، يملك لباس عليه ما هوش ناقص. تصور الناصر كان يتصرف بالكدا في وقته، وكان ناجح في جيبانه للفلوس وفي كسبانه للفلوس، وكان يعتقد اللي هو يعيش خير من يعيشوا برشا ناس، ورغم ذلك ما كانش لاقي حظه. انا انسان معناها نكسب بالزوز وب3 ملايين في جيبي وفي كرشي جيعان نعم. كي نلقى الريستوران سكر نبات بلاش، ونجم نقول لك كي نلقى الوتيل سكر فهمتي نبات في الشارع. علاش؟ لما قر لحيتي مهامله. الناصر بحكم خدمته كان يخالط برشا ناس، لكن طبيعته كانت غريبه شويه، كان منطوي على نفسه وما يخالطش انداده وديما ساكت، وما كانش عنده صاحب قريب اللي صاره والا يحكي له على حياته الشخصيه. انسان عادي برشا، انسان عادي ما عنده حتى شيء، يتعدى بالموتور يعمل دوره قدام المدرسه، وكان ما يتكلمش شويه، ما يشبعش الانسان. اتمنى معنا ولا نقول له ما عادش نجوا على حاله بكل كي. اغلب الناس لهنا معناها يستثقوه ويحنوا عليه، على خاطر يراوه انسان زوال يخدم على روحه، كانوا يحنوا عليه فهمتني. وصلوا حتى يبيتوا ثم اللي بيتوا في سنيته، ثم اللي بيتوا في معناها في داره. كيف يجي حتى يحسد في الشعير ولا حاجه ما يقبلش شر الدار، يعطي ضرب ظهره يبدا يحسد في الشعير. هو محترم راه، احنا محترمين، نحبوا ندوروا به، نحبوا نمشوا له، نحبوا هذا الشيء. ما يخليكش تشك الناصر اللي هو مجرم، تعكس الناصر اللي هو ما نجمش باش نحسكه لك، خاطر انسان اللي يقرا لك القران وانسان اللي يدليك بالايات ترتاح. اني ما عادش بدني فيه تشك فيه شيء، تو تشك في بشر
معناها خبيث، انسان تشوف فيه انسان ما يصليش، انسان ما يقراش القران، هني تخاف منه. انسان يقرا القران كتاب ديما عنده، معناها كل ايه تجبدها لك ويتحدث لك بالايات. كان عنده احبابه في زقاق البحر في نابل، فما ريستوران غاديك عنده احبابه يمشي يقعد بحذاهم. بحكم انا في بعض الاحيان نتردد على المطعم هذايا، عاد نلقاه غاديك قاعد. في بعض الاحيان انسان يمشي يفطر او يمشي يتعشى او كذا، تلقاه سي ناصر الدبرجي هذايا يعاون في زملاء غاديك، هاو يمد في صحن، هاو يمد كذا، يحرك معاهم، يعاون بالسكات، مش يعاون تقول انت بالفم ولا كذا. دائما يمد لك صحن، يعاون في زملائه وكذا، اما ديما راسه اللوطه وسكت. في الستينات الناصر قرر انه يخطب بنت خالته راضيه، والفرحه متاعه كانت كبيره كيف خطبها وقبلوا بيه، ولا وقتها يفكر جديا في تكوين اسره. عام 1964 الناصر سافر لفرنسا باش يلم شويه فلوس ويعرس، وروح عام 1968. كيف روح الصدمه متاعه كانت كبيره، كيف لقى خطيبته وبنت خالته معرسه براجل اخر. نقم عليها وقرر انه ينتقم، لكن ما نفذ الانتقام متاعه كان 20 سنه من بعد، معناها عام 1988 انتقم كيف اقتل رمزي اللي عمره 13 سنه، واللي هو ولد راضيه بنت خالته وخطيبته السابقه. قبل ما يدخل الناصر في دوامة القتل المتسلسل والانتقام، حب طفلة وتعلق بها لدرجة الجنون. الطفلة هذه اسمها غاية. في أول السبعينات الناصر اغتصب بالطفلة هذه واحتجزها عنده مدة. العائلة متاعها شكاو بيه، لكن الناصر كان شاد صحيح انه يعرس بها، وعائلة غاية كانوا رافضين انهم يعرسوا له بنتهم اللي عمرها وقتها 12 سنة. عائلة غاية كانوا شادين صحيح وشكاو بيه لين صدر عليه حكم بالسجن. الناصر عدى سنوات طويلة في حبس الناظور. غاديكا في حبس الناظور شاف بوه لأول مرة، بوه الحقيقي اللي اسمه الصحبي، واللي زاره في الحبس وتلهى بيه وعاونه. نجم نقول لك يعني متجوز ومانيش متجوز، تجوزت بمرأة ولكن تفرقت انا وياه على طريق العداله. ما كان لا مطلق لا متجوز، مانيش كاتب الصداق عليه. ما وصلتش انا، وهذا كل ما طلبته من العداله وكل معناها ما ترجيت من العداله باش تكتب لي صداق عليها، ما كتبتليش عليها صداق. مش متجوز ولكن جايب منها، مش حبلت منها بالذات، يعني كما نقولوا اخذها ما اخذها ولا بصداق ولا بحاجه. عندي خالتي في نابل نمشيو لها حنايا نباتوا حذاها من المكتب، نمشيو لها نباتوا حذاها، يلي نتراتحوا عليها 3 بنات. ليلتها هي باتت بالذمه. شوفي سبحان الله، هو هبطت من الله واجه واختفها، فهميك هزته شتو مش قلت له كل جمهوريه، قالت لها بنتي تاخذ في طريقك وهكا. والنجم نقول لك اللي هي كونت الحقد في قلبي وكونت بيني وبينهم معناها نكته سوداء اللي ما تتمحاش اصلا. هي 13 جوان 73 وقوفي في المحكمة، مرتي حبلة منا وانا معناها منا، ووقفنا معناها قدام المحكمة وصلبوها بكل معناها النجم نقول لك بكل شراسة. يقول لا ما نعطيش بنتي. ايه هذه اللي توقفت عليها، وتنجموا تطلعوا على القضية 64,000. فهمتني؟ معناها اللي تعددت فيها الاركان وتعددت فيها معناها المشاكل، تكونوا لي معناها زوج قضايا قبل من 75 لعام 80 انا مربوط على اختها، من 73 الى 85 انا مربوط على اختها، من عام 71 الى عام الى عام 75 الى عام 73 انا مربوط على اختها. يعني الفتره العشره هذيك العشريه، يعني لما نقولوا احنا بين مربوط عليها. ها وفسرت لك انا بالضبط، والقضايا موجودين عندي. محاوله القتل خذيت فيها 5 سنوات عليها هي على اختها.
عندي فهمتني يعني مواقعة أنثى، مواقعة أنثى برضاها سنها كذا كذا وفرار بقاصرة وإيواء فارة يعني وترتب تبدا حتى يعني حتى من الحاكم قلت لك أنا التاريخ القديم يلمها سرر، هي تجي فولة يجي كعبة فول يلم عليها سرة. كيفاش هنا سيدي تكونت العقدة هذيك حتى العام 80 وأنا نعاني في الحبس من عام 71 من عام 71 بالتحديد وأنا نعاني في الحبس، والمسبب المكايد نتاعي هي هذه فطومة ورجل أم عبد القادر. قلت لأمي ردي بالك عسى بنتك للونها، قالت لي وفي الحبس ما عندي لا نعس. الناصر قعد ناقم على عائلة غاية ويعتبرهم السبب في تدمير حياته. نقمته كانت خاصة على فاطمة أخت غاية، وزيد على هذا ودونه رفضوا يعطيوه بنته. الناصر قرر انه ينتقم من فاطمة، وما نفذ انتقامه كان عام 1988، معناها 17 سنة من بعد، كيف اقتل عبد القادر ولد فاطمة اللي عمره وقتها 13 سنة. لكن قبل عام 1988 وبالتحديد عام 1984 الناصر خرج من الحبس وعرس بوحدة من ريف سليانة كان عمره وقتها 40 سنة وعمرها هي 17 سنة، لكن في ساعة ما طلقوا بسبب ممارساته الجنسية الغريبة. حتى اللي نطبينا على مستوى عام 83، حتى عام 83 كي خذيت وتصرفت يعني من باب الكبير وخرجت عام 80 والحمد لله معناه وكونت رصيد مالي، فهمتني؟ هنا يعني انطلقت ماديا في التجارة وفي كذا الحمد لله، فهمتني؟ عندي 2 كاميونات وعندي يعني الأمور متوفرة والحمد لله. نجم ناخذ كي نجي ناخذ مرأة يسألوا عليا شكون كان ماخذ بنت فلانة وعنده محاولة قتل وماركة حبس، انتهينا قف هنا ماش فما خطبة. كيف تصيب؟ قال لا تعطيني بنتي، قالت أمي هنا الطفلة ناخذها هنا، قعد هو يدور بها ما حبش الطفلة تروح. ناصر الدمرجي كان في كل خطوة يعملها إلا وكأنه يقول يا ناس أنتم نبثوني حتى أنا نبثكم، أنتم ما قبلتونيش معكم، أنا توا باش ناخو رد الفعل متاعي، توا باش نعمل عمليات انتقامية. فكل جريمة اقترفها ناصر الدمرجي هي رد فعل على واقعة عاشها. نجم نقول لك أنا وصلت في بعض الأحيان اللي نحب نقضي على العائلة كاملة، وصلت قلت لك يعني وصلت في أحيان برمجت اللي باش نقضي على العائلة كاملة بصغيرها وكبيرها، يعني بحواذيفها من بكلها. لو كان العدالة كتبت لي عليها الصداق لكان ما هالقضايا كل ما كانت تستقبل.